طب هو المفروض يعني بالعقل والمنطق رقم واحد في الليسته اللي معانا النهارده دي يبقى بدون نقاش سيرخيو بوسكيتس. رقم واحد بالفعل، ما ضحكتش عليك. ليه بقى رقم واحد؟ لان احنا بنتكلم عن اللعيبه اللي لعبت اكتر ماتشات تحت القياده الفنيه للوتشو لويس انريكي. فانريكي طبعا بارسا، بنتكلم بارسا منتخب اسبانيا، باريس سان جيرمان. طيب انريكي طبعا بوسكيتس رقم واحد زي ما احنا اتفقنا. هنقول جيرارد بيكيه. بيكيه رقم 10. منطقي 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 جدا. طيب خلينا نقول سيرجي روبرتو رقم اتنين. انا حسيت روبرتو اصلا فتره انريكي دي كان بيلعب ما شاء الله، بيلعب باك يمين تلاقي، بيلعب في نص الملعب، بيلعب في كل حته. محمد هاني بتاعنا كده. طيب خلينا نقول ايفان راكيتيتش الكرواتي. هنقول طبعا ليونيل اندريس ميسي لابولجا الكي جراندي رقم أربعة. خلينا نقول اندريس انيستا. انيستا مش موجود. انا حسيت انيستا مش موجود، ما اعرفش ليه قلته، بس يعني قلت يعني ما ينفعش نقول برشلونه، بنتكلم عن برشلونه وما نذكرش الاسطوره اندريس انيستا. طب خلينا نقول لويس سواريز رقم ستة. هنقول نيمار جونيور طبعا، الام اس ان يا بيه، قطعا. واحده من امتع، يمكن تبقى امتع ثلاثيه في تاريخ كره القدم مثلا. بتتكلم في مهاره وحرفنه وتهديف واستمراريه وبطولات، فتاريخ يعني. ماشي خلينا نقول خافير ماسكيرانو رقم تسعة. احنا معانا مركزين، الخامس والثامن، والاثنين اسبان. الاثنين اسبان. طيب خلينا نقول خلينا نقول قلنا سيرجي روبرتو، خلينا نقول جوردي ألبا. انا ما قلتش جوردي ألبا ازاي؟ ما اعرفش. هو رقم خمسة بالفعل. يتبقى لدينا مركز واحد وهو اسباني الجنسيه برضه في المركز الثامن. فالمطلوب منك بقى ان شاء الله حبيب قلبي في الكومنتات تصحصح وتمخمخ معانا كده وتقول لنا مين هو اللاعب صاحب المركز الثامن في الليسته بتاعتنا.